مفيش احسن من انت تبدأ صح، ودي بداية كل واحد اختار ميجا. اهلا بيكم، انا امان سالم. وانا مريم سالم، جايين النهارده نتكلم عن التيم وايه هو وحقق ايه ليه اتعمل اصلا. ميجا تيم هو ستودنت اكتيفيتي اتأسس في كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة سنة 2018. هدفنا ان احنا نطور السوفت سكيلز للطلبة، وغير كده نعرفهم اكتر عن الكمبيوتر ساينس والانفورميشن تكنولوجي. دخلت كلية مرتبطة بالبرمجة بس مش عارف تبدأ ازاي. حابة اقولك ان احنا هنا هنخليك تستغل فترة الكلية بأحسن شكل. احنا محاضرات سكاشن بتذاكر تكنيكال، بس هل ده كفاية؟ في جزء مهم جدا هو السوفت سكيلز، وده اللي بيخلي شخص مميز عن التاني، من خلال انك قادر تشتغل في تيم، قادر ان انت تعمل تايم مانجمنت كويس، وفي نفس الوقت قادر ان انت تعمل برزنتيشن قدام عدد كبير جدا من الناس. مين يقدر يعلمك ده؟ الحقيقة ان ميجا هو انسب حل. ليه؟ لان انت هتتعامل مع ناس هتساعدك وتخليك تشتغل بروجكت حقيقية تخليك تكتشف نفسك وتتعلم حاجات ما كنتش تتعلمها لوحدك. وطبعا بجانب السوفت سكيلز بنهتم جدا بالتكنيكال سكيلز، وده من خلال ان احنا بنقدم اونلاين واوفلاين سيشنز وورك شوبس. في نفس الوقت بنقدم اكتيفيتيز وكومبيتيشن، وده بنتارجت بيه ونستهدف بيه طلبه كتير جدا من كمبيوتر ساينس. ميجا حياة السنين اللي فاتت، الحقيقة ان ميجا قامت بكتير من ايفنتس، منها فاكولتي اوف فيوتشر وميجا فيرس. وخلال السيزون اللي فات قدرنا ان احنا نحقق اكبر حاجة حصلت في السيزون، وهي سيزون 2 من ميك كاست والمين ايفنت اللي هو ميك فيه. بس كده؟ لا، استنوا في الفيديوهات الجايه عشان تعرفوا اكتر عن السيركلز الموجوده في ميجا، سواء تكنيكال او نون تكنيكال سيركل. يلا باشمهندس قدم وابدأ رحلتك في ميجا. مستنيينك تنورنا.